السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وبصحة وبسلام بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك. يلا نعمل تجهيزات الحلويات، حلويات الإفطار أو حلويات العيد. هنعمل الفورماسيلا بطريقة سهلة وجميلة جدا. طول ما احنا عايشين في الحياة نتعلم أفكار جديدة وطرق جديدة. الدنيا مليانة بالتجارب والخبرات. فتعالوا نعمل أجمل طريقة النهاردة للفرماسيلا بطريقة الشركات. أولا كل المكونات سهلة جدا واقتصادية جدا، عبارة عن بياض بيضة، ولو وقعت منك الصفارة اوعي تقولي الهم. بقشرة البيضة وهتطلعيها عادي جدا من غير ما تقع منك ولا حتة صفارة. عندنا 4 ملاعق، أنا حطيت 4 ملاعق من السكر البودرة، اللي هي أنا نخلاها تاني كمان، حطيت حبة من الفانيليا السايلة، وهضرب كده بال بمضرب البيض لحد ما القوام يبقى فومي. في مكونات تانية لأ، هي كده تعتبر مكونات إلى حد ما خلصت، بس الطريقة وشوية تكات كده هوريها لكم هتعمل معاكي أحلى فورماسيلا لكعك وغريبة العيد. كمان بإذن الله إن شاء الله ناوي أعمل لكم اللولي الغريبة واللانكشاير. فتابعوا معايا واعملوا لايك واشتراك لو كنتوا وصلتوا لحد هنا. بصوا يا جماعة، القوام أهم حاجة يبقى فومي بالشكل ده. لو عندك ما وصلش إن يبقى فومي أو بالطريقة الملمس بالطريقة دي، حاولي تضيفي معلقة تاني سكر، وأهم حاجة إن السكر يبقى بودرة ناعم جدا جدا. لو مش ناعم عندك حاولي إنك انت تنخليه لحد ما تطلعي الحبوبات الخشنة. بحط طبعا الألوان طعام على، أنا قسمت المكونات عندي. العجينة اللي أنا عملتها من البيضة والسكر في 3 أواني، بستغل الأواني كوبايات الزبادي، حاجات كده، الأطباق الصغيرة دي بتبقى حلوة قوي. وبحط عليهم ألوان طعام في اللون الأخضر، ويا ريت لو ألوان طعام فيها لمعة بتبقى جميلة جدا معاكي. وهجيب كده ورق البلاستيك. الورق ده يا جماعة، عارفين في دوسات بتبقى بلاستيك، اللي هو الدوس اللي بيبقى أبو جنيه ده، بيبقى حلو قوي لو انتي قطعتيه وعملتي منه آه، مثلثات، او عملت منه قمع انك انتي تشتغلي بيه يعني. عشان انا عايزة حاجة بلاستيك بس الى حد ما تكون جامدة شوية. مينفعش الكيس البلاستيك العادية لان مش هتريحك في الشغل. بصوا كيس قطعته، ممكن اقطعه ل4 ارباع، كل نص اقطعه الربع، كل نص اقطعه نصين تاني. خلاص انا عملت النص قطعة واحدة، بس يستحسن انك انت تعملي النص قطعتين، واعمله كده مثلث او قمع ليه عشان انزل فيه العجينة بتاعت اللي انا عملتها باللون الاحمر. وهعمل لون اصفر، لو عندك لون اخضر ممكن تعملي، كله ينفع يعني. هحاول ان انا اعمله كده قمع بحيث يكون الخرمة بتاعته او الفتحة بتاعته من قدام رفيعة على حد ما زي ما انت عايزة سمك الفورماسيلا. وهحاول ان انا عشان ما يفكش مني كل شوية ممكن الزقه الجزء اللي هو رفيع لاخره ده، الزقه بالسولوتيب عشان ما يفكش منه. واحاول ان انا اقصر القمع شوية، يعني ممكن اقص منه جزء. خلاص. طيب بعد كده هعمل ايه؟ اعذروني لو ما كنتوش سامعين الصوت كويس مني، لان انا عندي احتقان في الحلق، بس هو مش ألمني قوي، لكن هو نهاية نزلة برد يعني. فادعولي بالشفا ان شاء الله يعني. هنزل العجينة. بصوا يا جماعة في الأم، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا ربي، وادعوا في الأيام المباركة دي يا ربي، الدعوة مستجابة بإذن الله. إن شاء الله ربنا يبارك لكم في صحتكم في أولادكم، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسلام وسعادة يا رب العالمين. ما فيهاش حاجة لما نوفر على بيتنا وعلى أولادنا، ونبتكر أفكار جديدة مفيدة. طبعا نزلت وظبطت القمع على حسب الفتحة اللي أنا عايزاها قدام، زي كأنك بتشتغلي الحنة.
وبنزل هنا على ورق الزبدة. لو ما عندكيش ورق زبدة حاولي كراسات الرسم تدهنيها بالزيت، هتبقى عندك كأنها ورق الكراسات الرسم، يبقى عندك كأنه ورق زبدة. طبعا انا ايدي مش مظبوطة، عمالة تروح وتيجي، بس في ناس بتشتغل الشغل ده مية مية يعني. هتعمله زي المسطرة بالظبط. المهم انك انت تنزليه كده بالرفع اللي انت عايزاه او السمك. لو انا عايزة اسمك شوية ممكن اقص الجزء اللي قدام سنة تاني فهيديني اسمك. خلاص، عايزاه ارفع من كده بتحكم في القمع، برفعه عن كده وبيديني نتيجة هايلة بإذن الله. انا كده عملت اول لون اللي هو اللون الاحمر. هحاول ان انا اعمل الجزئين اللي انا فصلتهم التانيين. هحاول ان انا بس ادوق الفراغات شوية، عشان محتاجش ورق زبدة كتير، لان هنا يكفي ان انا ادخل وسط كل مستقيمين ادخل مستقيم تاني. ف يا ولاد حاولوا وانتوا موجودين في المطبخ انكم دايما تستغفروا ربنا. الاستغفار هيضيع عليكي الوقت، ومش هتحسي انك انت دايما انك انت شغالة في المطبخ. حاولي انك انت تدعي طول ما انت واقفة في المطبخ. يا ريت ما تنسوش الموضوع ده، هيوسع رزقكم بإذن الله إن شاء الله. يعني حاجة يعني حاولوا انكم انتوا تعملوها دوام في حياتك او حاجة او روتين في حياتك، ان طول ما واقفة تستغفري تسبحي. اولا هيزيد الرزق عندك وبيعمل بعد الراحة النفسية جدا. اولا بنقف كتير احنا في المطبخ، فطبعا عبال ما نفتكر نطلع نصلي نستغفر هيكون اليوم عدى. فنحاول واحنا واقفين في المطبخ نحاول ان احنا نستغفر ربنا ان شاء الله، وندعي كل الادعية اللي احنا عايزين ندعيها. لعل وعسى انت هنا انت بتشتغلي، اولا ده جهاد يعني، واحنا صايمين وبنعمل حاجة ربنا يدينا عليها ثواب، لانك انت هنا بتجاهدي من اجل اولادك وبيتك. فان شاء الله ربنا يلهمك بالفكرة دي، انك انت طول ما انت واقفة في المطبخ دايما تفتكري انك انت تستغفري وتسبحي عشان تاخدي ثواب عظيم ان شاء الله. بصوا كده، طبعا انا عملت اللون الاحمر. هنا هنزل باللون البني، اللون الكاكاوي. بجيب الكاكاو الغامق او الكاكاو الاسباني، وبعمل الدرجة اللي انا عايزاها، وبنزله برضو بشتغل بنفس الشغل. انا عايزاه بني قوي، برضو نفس الشغل يا جماعة. واحاول ان انا ممكن اتني الكيسة من فوق او الام عشان خاطر ما يطلعش مني من فوق العجينة بتاعت الفورماسيلا. وان شاء الله تعملي اجمل فورماسيلا لحلويات العيد. اعمليها، طبعا احنا بنعملها للبيتيفور، ممكن تعمليها للجاتوهات، للتورته لو انت عندك. ممكن تعملي كمية، لان انا كده استغليت بيضة واحدة. فلو تخيلي بيضتين هتعملي كمية كبيرة. ولو بياض بيضة، مش بحط الصفار احنا هنا يا جماعة، حطينا بياض بيضة واحدة. ما بحطش. لو بياض بيضتين او 3 بيضات هيعملوا كمية كبيرة خالص عندك. اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، عشان جايه لكم بكام فكرة هيعجبوكم جدا وهيوفروا عليكم الميزانية. طرق يعني بحاول ان انا اجيب لكم كل ما هو جديد وحصري على قناتنا. ما بحاولش ان انا اكرر الافكار الموجودة. كل الروتينيات اليومين دول، وكل روتين الرمضاني اليومين دول، روتين الطبخ وروتين الافطار والسحور، مفيش غير كده، والحلويات العادية. فانا قلت اجيب لكم ايه، وقلت انا عايزة فكرة جديدة تضيف لكم او تقدم لكم حاجة جديدة ونوفر في الميزانية. انا بحاول ادوق هنا بس عشان محتاجش ان انا احط في اوراق كتيرة بس. وهعمل اللون التالت باللون الاصفر. اللون الاصفر برضو كلها الوان غذائي يا جماعة، الوان طعام صحية. هاتوها من عند العطار او هات اللون اللامع، نفس الحكاية. هوريكم النتيجة كمان عشان تشوفوا الموضوع، وتابعوا معايا ان شاء الله. احتمال بكرة او بعده اعمل لكم اللولي، لولي الغريبة او لولي
الحلويات للتورتات وللجاتوهات لللانكشاير لغريبة العيد. فإن شاء الله تابعوا معايا جايبة لكم شوية أفكار جداد إن شاء الله بإذن الله، أفكار للمطبخ، أفكار لبيتك، عشان تزود معلوماتك وثروة أفكارك وتوفر في ميزانيتكم. أنا جايبة لكم حاجات توفر في الميزانية بإذن الله. بصوا كده يا جماعة، انت بعد كده مخيرة انك انت تحطيهم في مكان، انت تحطي الورق ده في مكان هاوي، او ممكن احطه في فرن بوتاجاز، بس مش هيظبط معاكي فرن بوتاجاز، ممكن يتحرق، مش هيستحمل النار. فيستحسن انك انت تحطيهم في مكان هاوي لحد ما ينشفوا كده، وبأي مسطرة وبأي حاجة كده، واطلع الفورماسيلا هتلاقيها ناجحة جدا. بس عشان هنا الألوان، ان انا حطيت الوان فطابع في كراسة بصوا النتيجة ناجحة جدا، وهتعجبكم بإذن الله خالص. آم، دي طريقتنا ودي أفكارنا. بصوا الفورماسيلا الناجح جدا جدا. أتمنى إن لو أول مرة تدخلوا على القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك، عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. كل ده عملناه من بيضة واحدة. طبعا إن شاء الله ده يكفي إنه احنا نعمل بيه مخبوزات العيد. لو بيضتين يبقى عندك كمية كبيرة جدا. طبعا كل طبق فيهم ممكن تشتريه من بره بحوالي ب10 جنيه.